لو بتفكر تشتري موبايل في حدود 10,000 جنيه، دول 3 موبايلات لازم تفكر فيهم، كلهم بدون ضرايب، والأهم من كده ضمان محلي، وهنقارن ما بين الفروقات ما بينهم عشان تختار الأفضل بالنسبة لك. أنا إيمان محمد، والموبايلات اللي معانا النهاردة هي من شاومي الريدمي نوت 14، أو من سامسونج A16، أو من فيفو الفيفو V40 لايت 4G. فيلا بينا نبدأ المقارنة بينهم ونشوف مين الأفضل بالنسبة لك. من ناحية التصميم، فخامات التصميم واحدة في ال3 أجهزة، كلهم بيجوا من البلاستيك بأوزان متقاربة، ولكن أخف واحد فيهم هو الفيفو. وطبعا بالنسبة للشكل فدي حاجة كل واحد له اختيار وشكل مفضل هو بيحبه، ولكن لو هتبص على التقييم الأفضل لشكل الموبايل فهتلاقي إن فيفو هو أحلى شكل فيهم. غير كده كمان هو أخف وزن فيهم، بالإضافة إن هو بيتفوق من حيث شهادة مقاومة المية والأتربة، إن هو بيجي بشهادة أعلى من السامسونج والشاومي. في نفس الوقت هما الثلاثة بيقاوموا القطرات المية والأتربة، ولكن نقول إن فيفو بتتفوق في النقطة دي. بالإضافة إن فيفو وشاومي بيجي في العلبة بتاعتهم جراب للحماية، ولكن سامسونج ما بيجيش معاها جراب. من ناحية الشاشة، فيفو وشاومي جايين بشاشة كبيرة 6.67 بوصة، نوع الشاشة أموليد، وكمان جاية سلسة وسريعة لأن معدل التحديث هنا 120 هرتز. بالنسبة لسامسونج بقى جاية بشاشة سوبر أموليد ولكن 6.7 بوصة، وكمان جاية بمعدل تحديث أقل شوية واللي هو 90 هرتز. شاشة السامسونج جاية الكاميرا الأمامية جوه نوتش كده للكاميرا، أما بقى الفيفو والشاومي فبتيجي الكاميرا الأمامية في ثقب للشاشة. لو بتدور على ألوان أفضل مشبعة أكتر فأنت هتحب شاشة السامسونج، أما لو عاوز سطوع أعلى وتحديدا بره البيت وتحت الشمس فأنت هتحب أكتر موبايل شاومي. وبالمناسبة خاصية الأولويز أون ديسبلاي أو العرض دائما على الشاشة متوفرة في فيفو وشاومي، ولكن مش متوفرة في سامسونج. بالإضافة إن شاومي هنا بتتفوق لأن هي جاية بطبقة حماية إضافية من جوريلا جلاس الجيل الخامس، ده غير كمان إن هي سطوعها أعلى، وكمان بيجي معاها لاصق حماية للشاشة هي وفيفو، ولكن سامسونج مش جاية بأي أنواع من نوع الحماية، لا هي مع العلبة ولا معلن عنها بشكل رسمي على الموبايل. لو هنتكلم عن نقطة الأداء فالسامسونج والشاومي جايين بنفس المعالج اللي هو الهيليو جي 99، معالج كويس جدا جدا في الألعاب وفي الاستخدام اليومي. أما بالنسبة لفيفو فجاية بمعالج سناب دراجون 685 اللي نقطة القوة فيه إن هو معالج ممتاز جدا في حتة توفير الطاقة، وإن هو ما بياكلش قوي من البطارية. لو هنرتب الاستخدام اليومي للتطبيقات هنلاقي إن سامسونج بتتفوق في استخدام أسرع للتطبيقات رغم إن واجهتها تقيلة شوية، بيجي بعدها شاومي، بيجي بعدها فيفو، ولكن فيفو بتتفوق إن هي بتحتفظ بالتطبيقات مفتوحة في الخلفية بشكل أفضل. في موضوع ارتفاع درجات الحرارة أثناء الاستخدام، سامسونج هي أقل موبايل من موبايلات الثلاثة اللي بترتفع درجة الحرارة فيه مقارنة بالباقيين، بعدها بيجي شاومي، بعدها بيجي فيفو. أما لو بنتكلم عن محبين الألعاب زي ببجي مثلا فأنت هتحب شاومي أكتر في المقام الأول، بعدها سامسونج، بعدها فيفو في الأفضل في الاستخدام والأكثر سلاسة. بصمة الصباع موجودة تحت الشاشة في فيفو وفي شاومي، ولكن في شاومي بتكون أسرع شوية. بالنسبة للسامسونج فهي بتيجي مدمجة في زرار الباور وبرضه سريعة وشغالة بشكل كويس بدون مشاكل. الشاومي بيتميز بفكرة إن هو بيدعم حاجة اسمها الIR اللي هي بتخليك تستخدم الموبايل كريموت، تقدر تطفي من خلاله التلفزيون والأجهزة الإلكترونية. وبالنسبة للسامسونج فهو بيتفوق في حتة إن الموبايل بيدعم NFC اللي هو وسائل الدفع الإلكتروني. بالنسبة للتجربة الصوتية في شاومي وفيفو جاي للصوت ستيريو، صوت واضح وحلو جدا. بالنسبة للسامسونج فجاي سماعة واحدة يعني مونو، يعني الصوت هيكون أقل شوية من الموبايلات التانية. ولكن لو بنقارن بين الشاومي والفيفو مين الصوت فيه أفضل، هقولك إن الصوت في موبايل فيفو هيكون أفضل بكتير من شاومي. أما بالنسبة لقوة الشبكات والإنترنت فهيكون بالترتيب الآتي: فيفو هيكون رقم 1، شاومي رقم 2، سامسونج رقم 3. بالنسبة للبطارية فشاومي هي أكبر سعة بطارية 5500 ملي أمبير، أما بالنسبة للسامسونج والفيفو فجاية بطارية 5000 ملي أمبير. بالنسبة بقى لمين أفضل في حتة الشحن فهقولك بدون نقاش هو فيفو، لأن هي جاية بسرعة شحن 80 واط، بيجي بعدها الشاومي اللي بيجي بقوة شحن 33 واط، وفي المركز الأخير هو سامسونج مع تمسكها بسرعة الشحن ال 25 واط. الشاحن جاي في العلبة بالنسبة للشاومي والفيفو، ولكن سامسونج مفيش شاحن جاي في العلبة فأنت هتشتريه بنفسك. ولما نتكلم عن الكاميرات الخلفية بالنسبة للأرقام فشاومي عندها كاميرا بعدسة 108 ميجا بكسل، أما السامسونج والفيفو فجاية بعدسة 50 ميجا بكسل، ولكن بتتفوق سامسونج إن عندها عدسة ألترا وايد أو تصوير واسع. كاميرا السيلفي بالنسبة للفيفو 32 ميجا بكسل، بالنسبة للشاومي 20 ميجا بكسل، وبالنسبة للسامسونج 13 ميجا بكسل. الثلاث موبايلات بيدعموا تصوير فيديوهات على 1080 بكسل ب 60 فريم في
ثانية. ما فيش ولا كاميرا فيهم بتدعم المثبت البصري، كله مثبت الكتروني، يعني هيقص حتة من الفيديو كده لو الفيديو بتاعك مهزوز عشان يطلع بشكل ثابت اكتر. الكاميرات رغم فروقات الارقام ما بينهم ولكن مفيش بينهم فرق رهيب. بالنسبة لنا افضل كاميرا فيفو وسامسونج ثم شاومي. بالنسبة لاختيارك تقدر تبص على الصور اللي موجودة اونلاين اللي اتصورت باستخدام الموبايل ده، وتقدر تقارن ما بين ظروف الاضاءة والافضل بالنسبة لك وعلى حسب اللي هتحتاجه. اسعار الثلاث موبايلات بداية من 9800 لحد 10500. على اي حال هسيب لك شاشة الاسعار في وقت تصوير الفيديو ده عشان تعرف سعر كل واحد فيهم كام بالظبط. اما بقى في لحظة الاختيار النهائية، فلو انت عاوز سوفت وير كويس جدا بالاضافة لكاميرا الترا وايد مع خاصية ال NFC مهمة بالنسبة لك، فاكيد توجهك الاول هيكون لسامسونج. هتضحي بحتة عدم وجود شاحن في العلبة وهتشتريه بنفسك، بالاضافة لعدم وجود طبقة حماية اضافية وان هي 90 هرتز على الشاشة بدل ما هي 120. كل ده بالنسبة لاختيارك انت واستخدامك انت. اما لو عاوز حاجة موبايلك يكون زي الريموت كنترول بالاضافة لسطوع شاشة اعلى وكمان صوت ستيريو ممتاز، احب اقولك ان شاومي هو اختيارك الاول. اما لو انت عاوز شحن اسرع بكتير، تصميم احسن بكتير من وجهة نظري، شبكات قوية وكمان شاشة مش هتخسر فيها حاجة مقارنة بالمنافسين، فانت ممكن تختار فيفو. تقدر تكتبلي في التعليقات تفضل مين فيهم عن التاني، ولو ليك استخدام محدد اكتر حابب تسأل مين فيهم هيكون افضل بالنسبة لك ممكن تكتبلي في التعليقات. بس الاهم من ده كله، انت زي ما انت شايف كده احنا بنبدأ قناة جديدة، فمحتاجة دعمك بكل الطرق. تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات على الكل عشان كل ما يوصلك فيديو جديد مفيد تتأكد ان هو يوصلك اول واحد. انا ايمان محمد وشكرا ليكم دايما وابدا على دعمكم المستمر، والسلام عليكم.